حبايبي عاملين ايه النهارده؟ بأمر الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ. معايا 3 اوراق بقى كده، مسكتهم غسلتهم كويس جدا بملح وخل وليمون. آم، ونقعتهم لمده ساعه في الملح والخل والليمون وغسلتهم تحت الميه الجاريه. هتبل الفراخ احلى تتبيله. معايا 3 بصلات كده هقشرهم وابشرهم بشر ناعم. هنا ممكن نستخدم الهياكل، ممكن نستخدم الدبابيس، ممكن نستخدم فرخية كاملة، أي حاجة. بشرتهم بشر ناعم بالشكل ده ونزلت بالملح، فلفل اسمر، ببابريكا، ببهارات فراخ. وهنزل بمعلقه كبيره من الصويا صوص، وهنزل بمعلقه كبيره من دبس الرمان. وهقلب بقى كل ده كده في بعض. معلقه دبس رمان. وهقلب بقى المكونات دي كلها كده ببعضها. لازم طبعا البصله كده، سخونيه الايد مع البصله بيدي طعم قمر لصينيه البطاطس دي. ايوه والله. هبتدي بقى ان انا اجيب الفراخ احشي كده تحت الجلد البصله بالتوابل بالبهار ده. وهبتدي احط في الفتوحات، يعني همسك الفراخ كده بصي هحشيها. المهم، لو انت بقى عايزه صينيه فراخ تبقى عسل كده وسكر وطعم الفراخ متبهر وقمر، اعمليها قبلها بيوم او قبلها بساعتين. كل ما الفراخ بتقعد في البصل او بتقعد في التتبيله، لحم الفراخ بيدوب دوب معايا. جبت بقى البطاطس والكميه اللي طبعا المناسبه ليكي، قشرتها وابتديت ان انا اقطعها. وهنا تقطيعه البطاطس لازم تكون ايه، سميكه مش رقيقه، بحيث اني ما تتهرش معايا، لان انا هسوي البطاطس مع الفراخ. قطعت البطاطس بالشكل القمر ده. جبت 3 طماطمات، بصلتين صغيرين، حتة فلفل حار، 4 5 فصوص من التوم، ضربتهم في الخلاط. هاتي صينية ألمونيوم، وطعم البطاطس بالفراخ في الصينية الألمونيوم تحفة، بتفكرني بأكل زمان. مين زي بقى الصينية الألمونيوم بيحبها في البطاطس؟ ضربت مكوناتي في الخلاط ونزلت بها على البطاطس، وابتديت ان انا بهر البطاطس بملح وفلفل بس. اصل انا بقى عايزه ريحه وطعم زمان، وزمان ما كانوش بيحطوا ولا بابريكا ولا بهارات فراخ. ابتديت بقى ان انا اقلب، نزلت بحتتين كده من السمنه البلدي بالشكل ده. وهبتدي ان انا ارص الفراخ على وش الصينيه، وهسويها نص سوا على عين البوتاجاز من فوق، والنص التاني هحطها في الفرن تاخد السوا النص التاني. انا سبتها على البوتاجاز من فوق تلت ساعة، ودخلتها الفرن نص ساعة وطلعت معايا زي القمر. حطي البصل على الوش عشان ينزل طبعا الصوص بتاع الصويا صوص والبهارات، وهتبقى زي القمر. بصي بقى الصوص اللي في صينية البطاطس وجماله. بصي بجد الجمال ده يبقى طعمها حلو قوي. حطي بقى، عملت كده رز بشعرية، حطي الصوص ده على الرز بشعرية. بصي طعم الفراخ، بصي الفراخ قصدي بتتقطع كده بالمعلقة. بحبكم في الله احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك.